هلو. نشوف لقاء يثير الجدل ويمكن دراما جديد للخليفة وعباس الركابي. فيطلع عباس الركابي يعترف، يقول لي يا جماعة الخير ترى أنا بنية. أنا حقيقة أنا بنية. عباس الركابي شاركته، أخذتها اشتهرت بيها وطلع واعتذر عن الفيديو السابق وقال يابا أنا غلطان وأتمنى تسامحوني وأنا بنية أختكم أنا سامحوني. فإحنا قلنا له مسامحينك. وهنا الخليفة يسأله سؤال. شوف أنت تركز لي بالسؤال العميق حبيبي عزيزي المشاهد، ركز بالسؤال العميق، انتبه. أنت كذبت هواي؟ راح يجي يسأل هنا يقول له أنت هواي كذبت عن المتابعين. سامر الحساس يتقزز من الكذب، بينما سامر هو كذاب يعني وعنده فيديو ساعة تنزل فيديو تعترف بي أحسن ما نزل الفيديو إلك تعرف شلون كان. إذا ما لقيت إنه إقبال من الحكومة السعودية وما لقيت إقبال منه شخصيا، راح أضطر أنشر كل شيء على الانستغرام مالتي. أنا ما أستحي، فراح أنشر كل شيء بكل التفاصيل بكل الامور المخله بالادب. طلع بي وقال يابا يوتيوبر نزل اطفال وراح شهره وعنده ادله، واليومك هذا ما كشف الادله مالته بس وجه التهم. هذا يعتبر كذب. وين الحمله مالتك؟ اعتقل المساعد السعودي والراي العام ها حبي ها سامر الكذاب. سمور الحساس يتحسس من الكذب. السؤال الثاني لا تتخربط حبيبي، خليك مركز وياي، لا تخربط بالسؤال الثاني، ورانا كومة أسئلة وكلها عميقة. عباس الفيديوهات اللي بعيدة عن الذوق العام وكلها بصمي يقول له الفيديوهات البعيدة عن الذوق العام. المفروض أنت تنسى هذا السؤال يا سامر. زعك من تاخذ طفل خابرك قال لك الخليفة أنا بتزوج، ايه تاخذه وتسوي يا لقاه وتحرجه، بس وش سوالك؟ هاي من ضمن الذوق العام. لو الخليفة فوق الذوق العام ها خليفتنا حبي، لو الذوق العام الشكل مثل ما تريد. السؤال الثالث حبيب المشاهد، أنا كانها لعبة روحك. شوف هي القضية بيها خوش مشاهدات فاستحملني. الطاشين من يوقع بخطأ ما يقول أنا غلطان. يقول له الطاشين من يوقعون بالغلط يقولون احنا غلطانين. الله على احساس. ايه وبالدليل انت واحد من عندهم ما طلعت ولا اعتذرت. شفصاتك هواي سويت سمور الحساس، شفصاتك عدلها. السؤال الرابع عزيز المباوع الكريم، اشوف انت هنا بديت تحرجني، بديت تضوج. لا ضوج حبيبي لا. شوف اسئله كلها خفيفه لطيفه وجميله وهادفه وغصبا عليك. التعليقات السلبية بالفيديو نشوف سامر يقول تعليق السلبية وتأثيرها على التعليقات السلبية تأدي سامر حبيبي سمور الحساس. أعرف واحد يودي جيش يغلط ويفشل، تمام، يودي جيش يغلط ويفشل على العالم، احذرهم. سووا لي ابديت مال فشار اريد اتونس بيهن. سمور الحساس اللي ما يعجبه يشوف تعليقات سلبية ويكمل ويتكلم على برنامج هذا الكرنج. راح اخلي يشتغل عباس الركابي او البنيه، تمام، على مود المشاهدات. سمور الحساس نفسيته اشتغل طفل وجاب براسه 3.5 مليون مشاهد وعرض فيديو بدون المهله، طلعه قدام الملأ أسئلة ما تسألها تشبيه وطلع بدور البطولات ما على مود المشاهدات. ما طلع لا اعتذر للطفل ولا له للطفل ولا اعتذر على الفيديو ولا حذف الفيديو. اليومك موجود عليه 3.5 مليون مشاهد. سمور الحساس يعني ما يحب واحد يستغل الأطفال بس هو يستغل الأطفال. المنطقة مالته نص سردان يعني سمور الحساس. المنطقة مالته من باب المنطقة مالته كلها خرط يعني. اللي حد ياخذ المنطقة مال سامر الخليفة اللي ياخذ المنطقة مالته، فالمنطقة مالته عبارة عن غباء سمين. والأسئلة مالته كلها المفروض هو ينسأل عليها، المفروض هو يجاوب عليه. وتشوفون بالفيديو كسع يقول له لا تبكي، ابكي على موج المشاهدة. أشوفك هواي تبكي، ابكي مشاهدات. بأول يوم يصعد الفيديو 1.5 مليون. لا تبكي، ابكي. نهاية الفيديو أقولكم حكاية واحدة بس. والكم بس كام